عمركم سألتوا نفسكم العالم اللي احنا عايشين فيه ده اتشكل ازاي؟ مين اللي بنى الأساسات اللي احنا مكملين عليها؟ في حضارات كتير كانت هنا من آلاف السنين وسابت أثرها واختفت فجأة. في الفيديو ده هنتكلم عن الحضارات المفقودة، ازاي عاشوا وايه أسرارهم وازاي أثروا علينا. خليكم معانا لآخر الفيديو لأن المعلومات دي هتفتح لكم عينيكم على حاجات مذهلة. يلا بينا. يعني ايه حضارة مفقودة؟ ببساطة الحضارة المفقودة هي مجتمع قديم كان عنده نظامه الخاص، سواء في الحكم، اللغة، الدين أو التكنولوجيا، لكنه فجأة انهار واختفى بسبب حاجات زي الحروب، الكوارث الطبيعية، أو حتى تطور البشر، وإن هم نسيوا الثقافة القديمة أصلا. رغم اختفائها وأثرها باقية لحد دلوقتي في كل مكان، وبتخلينا نكتشف إن هم كانوا أذكى بكتير مما كنا نتخيل. أول حضارة معانا هي حضارة المايا. المايا كانوا عباقرة في الفلك والزراعة، وهم اللي اخترعوا تقويم دقيق جدا. عاشوا في أمريكا الجنوبية وكان عندهم معابد ضخمة ومجتمع متقدم جدا، بس اختفوا فجأة. ليه؟ في نظرية بتقول إنه بسبب الجفاف أو الحروب الداخلية. أثروا علينا في إيه بقى؟ التقويم بتاعهم لسه ملهم لحد النهاردة، ومعابدهم بقت وجهة سياحية عالمية. حضارة أطلانتس. أطلانتس القارة الأسطورية اللي قال عليها أفلاطون إنها كانت متقدمة جدا، فيها علوم وتكنولوجيا متطورة عن زمنهم، بس فجأة اختفت وغرقت في المحيط بسبب كارثة ضخمة. هل هي حقيقة ولا خيال؟ مفيش دليل علمي واضح، لكن الأسطورة دي ألهمت كتير من الأفلام والكتب، زي فكرة المدن اللي تحت المية. حضارة الإنكا. الإنكا كانوا ملوك جبال الإنديس في أمريكا الجنوبية، بنوا مدينة ماتشو بيتشو بطريقة مذهلة تتحمل الزلازل، وكان عندهم نظام زراعة عبقري اسمه الترياس بيخليهم يزرعوا في الأراضي الجبلية. انهيارهم حصل لما الأسبان غزوهم وجابوا معاهم أمراض زي الجدري اللي قضى على أغلب السكان، ومع ذلك تأثيرهم لسه موجود في طرق الزراعة اللي بنستخدمها دلوقتي. حضارة وادي السند في باكستان والهند. وادي السند كان حضارة متقدمة من أكتر من 4000 سنة، كان عندهم نظام صرف صحي عبقري ومدن بتتصمم بطريقة شبكية زي الشوارع عندنا دلوقتي. اختفوا بسبب تغيير مسار الأنهار أو الغزو الخارجي. طب أثروا علينا في إيه؟ نظامهم في التخطيط والبناء لسه بنستلهم منهم لحد النهاردة. الفايكنج كانوا مستكشفين وبحارة عباقرة في شمال أوروبا، كانوا بيستخدموا النجوم والشمس للملاحة، ومع الوقت اتحولوا لحضارة أوروبية تانية بفعل التوسع المسيحي. أثروا علينا في إيه؟ فكرة المغامرة والاستكشاف اللي احنا بنحبها جاية من قصصهم. ودي كانت الحضارات المفقودة. هنتكلم دلوقتي عن حضارة لسه موجودة معانا لحد النهاردة وأثرها كمان موجودة، الحضارة الفرعونية. الحضارة الفرعونية في أجزاء كبيرة قوي منها موجودة، وفي أجزاء كتير اختفت بمرور الزمن أو تم تدميرها خلال الحروب والغزوات. الحضارة الفرعونية تعتبر واحدة من أعظم وأقدم الحضارات في التاريخ، ومرت بتطورات كبيرة على مر العصور. نشأت في مصر القديمة على ضفاف نهر النيل اللي كان المصدر الأساسي للموارد، والحضارة دي باقية لحد النهاردة اللي عمرها أكتر من 7000 سنة. أما بقى الفن والعمارة، المصريين القدماء اهتموا بالزخارف والفنون اللي كانت بتعبر عن حياتهم الدينية والثقافية، وكمان كانوا بيفهموا قوي في الطب والجراحة وتركوا كتير قوي من الوثائق الطبية، وكمان كانوا بيفهموا في الرياضة قوي واستخدموا الفلك عشان يحددوا المواسم والزراعة. المصريين قدروا يحافظوا على حضارتهم لأكتر من 3000 سنة رغم الغزوات والحروب اللي مروا بيها، بس الحضارة دي قدرت تثبت إن هي مش بتنهار بسهولة وقادرة على الصمود. الحضارة الفرعونية كانت ناجحة جدا في وقتها لأنها كان عندهم نظام سياسي ثابت وابتكارات علمية وفنية رهيبة، وعرفوا يبنوا معمار عظيم. كمان قدروا يحافظوا على حياتهم الاقتصادية والدينية بشكل قوي جدا، وده خلاهم يستمروا الآلاف السنين. ومن الإنجازات اللي سابتها لنا الحضارة دي الأهرامات، أهرامات الجيزة اللي تعتبر واحد من عجائب الدنيا السبعة، والكتابة الهيروغليفية وهي واحدة من أولى نظم الكتابة في العالم. وفي النهاية الحضارات المفقودة مش مجرد حكايات من الماضي، دي قصص عن العظماء والذكاء البشري، وحاجات بتعلمنا إن اللي بنبنيه النهاردة ممكن يفضل للأجيال اللي بعدين. إيه أكتر حضارة حيرتكم؟ وإيه الحضارة اللي نفسك تشوفها بعينك؟ اكتبولي في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والشير للفيديو.